سلام كراكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بديت لكم فيديو بحاجه حلوه ان شاء الله بربي تحلى اياماتكم وتحلى عيشتكم. المهم فيديو تاع اليوم فيديو تاع روتين مش طاره يا اختي. لا ما زدتيش من بعد هذا النهار وكنتي عيانه وما طاقش طاقه وحيويه، روحي جري على روحك. المهم هنا بديت معاكم فيديو بهذو لي شوصق حشاكم. كنت ديجا خملت الديار وكاع مسحت الغبره وخرجت، قلت نبدا بهذو الوالا نغسلهم ونديرهم ينشفوا ومن بعد نروح عاد نسيق الداخل. كما راكم كاع رانا كيف في هذو الايام الحمان راه بالحاجه اللي تبردك الماء. الحاجه دي تعجبني من يكون الحمان الماء نقضي علامه. هنايا كنت ديجا حكيتهم حشرهم وشلتهم وغادي نخليهم هنايا يقطروا. وهنا كانوا عندي هذولي طابي ثاني حكيتهم كامل بالشيطه وشللتهم وخليتهم. المهم البنات قولوا لي نتوما هذولي شوصيغ وهذول الطابيات تغسلوهم في الماشينه لافي ولا تغسلوهم بيديكم؟ للامانه انا لي شوصيغ مام في دارنا وكاع عمرنا ولا غسلناهم في الماشينه لافي، نغسلوهم بيدينا. وشفت بزاف لي فيديو كاين اللي يغسلوهم في الماشينه لافي، تبالي ما ينحكوش ما يتنقوش ما على باليش. المهم هنا البنات كنت فوت اللافابو راني نحك في الحيط، فما الحاله ماشي مسخه بزاف غير للتنقيه. انا مانيش دايره ديك تاع نخلي الحيه ب 15 يوم ولا حاجه حتى كي توسخ كاع كامل وندير هذاك الغرون ميناج. انا داك الغرون ميناج ما عنديش، كي نشوف الحاجه توسخت ولا من سيمانه ولا نقبض حاجه نقيها، ماشي كاع كلش نديرها في نهار مثلا كاع الكوزينه ونهار كاع الشومبره ولا. وكان هذوك الصوالح الباينين هذوك الكبار اللي عندهم نهار نغسلهم فيه مثلا كيما طابيات ولا ماشي كل يوم. المهم هنايا كنت من بعد ما حكيت وكاع درت جبت هذو الطواسي كاع كامل حكيتهم. ثاني ما يجي عندك ضيف على غفله ولا تلقي الحاله مقيم، شي حتى الحاله كي توسخ ولا يجيك ضيف على غفله ما بيك بالضيف ما بيك تحشمانه ما بيك مديرونجيا. المهم كنت حكيتهم وفوت هنا باش نسير. المهم البنات راني ندير معكم في المونتاج والقران هم دايرينه. ما على باليش اذا كان الصوم واضح من عندي ولا لا. المهم راكم تسمعوا وتدوا اجر وندي اجر وكاع كامل. هنايا كنت حكيت لرد حاشاكم درت الرغاوي كاع. من بعد ما كملت هنايا الحاله ولات تشعل شعيل. انا قلت نكب الماء وندير الرغاوي الدار تبرد ساعه يا خواتاتي العكس. كي كبيت الماء هذاك وين زاد الحمان. المهم جا حمان ما بغينا، جا برد ما بغينا، جا ريح ما بغينا. الحمد لله هذا هو الانسان ما يقنع بحتى حاجه حتى حاجه ما تقنعنا. الحمد لله على كل حال وصحيح. هنا كنت كملت كاع كامل الداخل باقي لي غير برا هذاك الباركو. كنت دايره الطعام هنايا يطيب خليته يطيب ويفور هنايا نشوف فيه لا طاب ولا لا وروحت نكمل هنايا لا شامبر. من بعد ما كملتها وسيقته هو هذوك الطابوريات كنت حاطتهم من فوقها حطيتهم وسقمت الفراش. وهنا يا البنات من بعد ما كملت ودخلت دوشت كي خرجت نسمع في التطيب جاوني ضياف. المهم واحد الجماعه مرها لكم فطرنا وجمعنا وكاع وخليتهم هما مجمعين ودرت شويه بسكوي برخف هذه عندي بحبه بيضه نديره. اذا عجبتكم نشارك معكم الوصفه تاعه. وهنا يا متتبعه من قبل كان طلبت مني الوصفه تاع عصير هذا تاع البيطراف مليح راني ميجي بنين روعه. درت حبه ليم قشرتها وطحنتها مع حبه بيطراف وشويه سكر ودرت لاغوم تاع الليم والماء. حبة اللي قطعتها مربعات وزدت معها الحبة تاع البيطرف كنت غليتها غير شويه ثاني قطعتها مربعات ودرت عليهم الماء والسكر وكل شيء ميكسيته بالميكسر. ومن بعد زدت الماء على حساب الحاجه وزدت لاغوم تاع الليم وصفيت كلش بواحد الكاس صغير ولا صفايه. نتوما الا كنتو تبغوا ثقيل ولا تبغوا خفيف. انا بغيتها ثقيل خليتها كيما هاك.